يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليه يا جماعه. تعالوا نشوف هنعمل النهارده الشاورما السوري على اصولها، وهنعمل كمان التوميه من غير مايونيز، هنعملها بطريقه اقتصاديه جدا وطعمها خطير. تعالوا نشوف هنعمل الحاجات دي كلها امتى وازاي. طبعا انا جهزت الغدا لاولادي النهارده، قلت اعمل لهم سندوتشات شاورما ما شاء الله تعجبكم جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يعني حتى في دور لسه على الجريل هيطلع دلوقتي حالا، هوريه لكم. شايفين الحشوه عامله ازاي والعيش عامل ازاي؟ ما شاء الله خطير. تعالوا نشوف احنا عملنا الشاورما ازاي، وتبلتها تتبيله خطيره والله، ما اخدت في التتبيله 5 دقايق. يعني لا تقولي ساعه ولا ساعتين ولا اي حاجه، في 5 دقايق هتطلعي الفراخ هتفك. ساعة ما هتفك هتبدأي تتبليها التتبيلة الخطيرة اللي هتشربها في ساعتها، وهتبقى طعمها خطير. شايفين الشاورما عاملة ازاي والبطاطس عاملة والخضار عامل ازاي فيها؟ طبعا انا ما حطيتش فيها مخلل لان ما عنديش مخلل خيار. انا استغنيت عنه وقلت هحط شطة جنب الاكل وزيتون، واللي يحب ياكل مخلل ياكل مع السندوتشات. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس طبعا قبل ما نروح للفيديو يا ريت تعملوا لي لايكات كتير، تكتبوا لي كومنت حلو كده فيه استغفار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طريقته سهلة جدا وبدون اي افتكاسات. طبعا العيش انا بشتريه جاهز من عند اي مطعم سوري، كنت جايباه من بالقاس يعني. انا قطعت الفراخ، عندي كام صدر فرخة كده، وقطعتهم زي ما انتم شايفين شرايح رفيعة كده على قد ما قدرت، علشان خاطر تبقى شاورما يعني. لو مش هتعرفي هقولك هتعملي ايه الوقت. انا طبعا ما عنديش زبادي، حطيت حوالي نص كوباية لبن ومعلقتين كبار مستردة، ومعايا سماق، ومعايا فلفل اسود، ومعايا بهارات لحمة، وكمان معايا ال11 بهار، خلطة ال11 بهار، ومعايا بهار للشاورما مخصوص بالشارع من عند العطار. هبدأ اقلب التتبيلة دي على بعضها. لسه هحط كمان شوية بابريكا عشان يدولها اللون وطعم الفلفل الحلو الجميل اللي بيبقى فيها. طبعا ايدي هي اللي هتقلب كويس، طبعا جيت اقلب المعلقه ما نفعش، هبدا اديلها التقليبه دي. طبعا انا ما عنديش زبادي فانا حطيت لبن، ممكن تستغني عن ده وده، بس الزبادي بيطر الانسجه بتاعتها بيخليها حلوه قوي. يا دوبك على طول. شايفين انا تبلت وحطيت حوالي معلقه واحده من الزيت، وهنزل بالشاورما بتاعتي كلها. نزلت بالكميه كلها افردها في الصينيه واسيبها بقى ايه، هي هتنزل الصوص بتاعها اللي هو اللبن اللي حطيناه والمستردة. طبعا كل ده هينزل في الطاسة وهتشربه من تاني وجديد. تعالوا بقى نعمل مع بعض التومية. انا عملت ايه، حطيت نص كوباية من المية، وهحط معلقتين من النشا، والنار طبعا شغالة. هقعد اقلب على طول لغاية اما خلاص احس ان المقادير بتاعتي امتزجت كويس جدا. نشا ومية وبس، نص كوباية مية ومعلقتين نشا. هقلب فيهم لما خلاص احس ان هي ربطت معايا وبقت شفافة زي ما هتشوفوها دلوقتي. شوفوا هي لسه فيها بعض النشا لسه ما ربطش، وطبعا الطاسه صغيره خالص اللي انا شغاله فيها صغيره جدا جدا، فبقى شفاف زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاه يوصل للمرحله الشفاف ده اهو. هطفي عنه وهسيبه يبرد تماما علشان نعمل مع بعض بقيه الخلطه بتاعته. هسيبه بقى يبرد مع نفسه. طبعا شايفين الشاورما نزلت الصوص اللي فيها. على فكره ممكن تعمليها بقطع ستريبس مقليه، بس انا ايه قلت اعملها لهم بشاورما. حطيت قرنين فلفل وقرن فلفل، قرنين شطه حاميين وقرن فلفل بارد، وبصلتين وسط، وقلبتهم عليه. هسيبها بقى مع نفسها، البصل هينزل ميته وهي هتاخد وتدي كده لغايه اما الصوص بتاعها هينشف خالص. حطيت ايه بقى، حطيت ربع كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الميه، لسه هضيف ميه، وحوالي معلقتين من الخل، وهضيف معايا كمان التوم، حوالي 5 6 فصوص توم، ونص معلقه ملح. هضرب الخليط ده كله مع بعضه لغايه اما ينعم معايا زي ما انتم شايفين ولونه يبقى ابيض. هنزل عليه بالخلطه بتاعتي النشا اللي برد معايا. طبعا دي اسهل طريقه للتوميه من غير مايونيز خالص، وطعمها والله حلو جدا. هبدأ بقى اضرب لغايه اما الخليط ينعم معايا، يبقى الصوص بتاعه سايح كده وما شاء الله حلو قوي. شايفين الصوص بتاعه اهو. انا عامله كميه صغيره على قد بس السندوتشات. طبعا العيش فاض عندنا عيش، فكان عندي بطاطس محمره، عملت سندوتشات بطاطس بالكاتشب كده والتوميه. شايفين كميه قد ايه ما شاء الله، من ربع كوبايه زيت وربع كوبايه ميه. على فكره انا ضفت شويه ميه كمان على الربع كوبايه، حوالي 3 معالق. شايفين الصوص ما شاء الله، هو ده الصوص المطلوب. تعالوا بقى نشوف هنعمل السندوتشات بتاعتنا ازاي. انا بغمسه ببطاطس كده بقول لكم ما شاء الله. شربت صوصها اهي.
خلاص كده جهزت معايا، هطفي عليها النار عشان نبدأ نعمل السندوتشات. انا هعمل في الصينية دي السندوتشات. قطعت خس والبطاطس المحمرة اهي، والشاورما معايا، ومعايا كاتشب، ومعايا التومية والعيش. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ده العيش ابني شاريه من محل سوري. هبدأ احط فيه خلطة من التومية. طبعا لو حابين شطة ممكن تحط كاتشب شطة، وممكن تحط صوص الشطة. هبدأ اضيف بقى ايه المقادير بتاعتي، اللي هي كل الحاجات اللي انتوا شايفينها قدامكم. واحط بطاطس، واحط شاورما، واحط خضار، والمفروض يتضاف خيار مخلل. انا ما عنديش خيار مخلل. انا عندي لو في بالي من فترة كنت خللت شوية خيار. فانا هعمل شطة للي يعوز يعني، احطها جنب الاكل كده. احط شوية كاتشب واقفل السندوتش. طبعا الجريل على النار بتسخن علشان تبقى جاهزة معايا. ادي اول سندوتش اهو. طبعا اللي بياكل سندوتش من ده ما شاء الله بيبقى شبعان جدا. ادي الرغيفة معايا اهي. نحط التومية وهحط الكاتشب عليها على طول مباشر، علشان خاطر يمتزج مع التومية كده ويدي طعم حلو. البطاطس انا محمراها وحط لها ملحها ظبطاه، وطبعا ظبطت ملح برضو الشاورما. طبعا مقاديرها بسيطه خالص اهي، وموجوده في كل بيت. ممكن بقى تعملي بدل الشاورما زي ما قلت لك تحمري قطع بانيه كده، او اللي هي البانيه اللي بالشارع جاهز، او ممكن تعملي بناجتس كمان. ادي الطاسه معانا سخنت، او الجريل زي ما انت حابه. حطيت دهنه زيت خفيفه ونزلت على طول، بس الطاسه زي شايفين لازم تبقى سخنه جدا. هحط الاربعه مع بعض عشان ما تاخدش معايا وقت في التسويه. بضغط عليهم وبدات اقلبهم زي ما انتم شايفين اهو، واغطي عليها بقى دقيقه، وهطلع على طول على الجنب التاني. شوفوا على الاربع جنوب بدات تتحمر اهي. كل شويه باخدها على جنب عشان تاخد لون عليه. هطلعهم وهحط غيرهم على طول. ما شاء الله يعني سندوتشات حلوه جدا ومقرمشه. لو قعدت شويه بتطرى على فكره، يعني ممكن تهدي النار عليها وتحمصيه، بس الخضار اللي جوه هيدبل. احنا مش عايزينه يدبل معانا، فتبقى النار عاليه علشان خاطر يفضل معايا الخضار طازه. دهنت دهنة زيت كمان، وبدأت احط الارغفة بتاعتي. وادي الكمية اللي انتوا شايفينها اهي. ما شاء الله السندوتشات احلى من بره بكتير. شوف انت بتشتري السندوتش من ده ب30 وب40 جنيه، احنا هنعمله في البيت باقل الامكانيات. بصدر فرخة هتبدأي تقطعيه وتتبليه، هتعملي كمية مهولة من السندوتشات. وممكن تعملي بطاطس كمان من اللي هي البطاطس السوري، من غير ما تعملي بالشاورما. ممكن تقطعيه زي ما انا بقطعه كده، مستطيلات صغيرة كده زي ما انتوا شايفين اهو. وممكن تقسميه نصين وبس. شايفين الحشوة جواه عاملة ازاي خطيرة. والعيش ده ما شاء الله نوعه بينشف كده وبيقرمش، بيبقى طعمه حلو قوي. هبدأ بقى إيه اقدم الغدا لولادي بالهنا والشفا. اتمنى حلقة النهاردة تحوز رضاكم، ويا رب الشاورما معايا تكون حازت اعجابكم. عايزة